سألت نفسك ليه حياتك من بره كويسة جدا؟ شغل، منصب، سلطة، فلوس، علاقات، ومظهر اجتماعي محترم جدا، ومع ذلك جواك حرب أفكار مش بتهدى، وبتحس إن مجرد موقف بسيط أو قرار بسيط بياخد منك ساعات من الصراع مع نفسك. وحتى لو حصل لك موقف رفض، موقف الرفض ما بيعديش كده، وبتحس ان هو اتهام حقيقي لقيمتك قصاد نفسك. كل ذلك واكتر في كتاب قوانين الصراع النفسي لدكتور يوسف حسيني، اللي هو ببساطة مش بيقولك ان انت هتبقى سعيد طول الوقت، لكن بينبهك وبيقولك ليه الحرب دي اصلا لسه جواك. فكرة مهمة في الكتاب وهي الوعي، ومش مقصود هنا الوعي ان انت تعرف عيوبك. الكاتب هنا بيتكلم على مرحلة اعمق، مش ان انت تبقى عارف عيوبك فقط، ولا ان انت تبقى مثقف وقاري وفاهم الحاجات النفسية. وبيقول ان في ناس كتير بتهري نفسها وبتزود معلوماتها، لكن هو ما بيروحش للمشكلة الحقيقية. وهنا في فرق بين شخص عارف ان هو بيخاف من الرفض، تمام، وفاكر نفسه واعي، لكن هو هنا الكاتب بيديك محاولة. هو ايه سبب خوفك من الرفض اصلا؟ يعني انت عارف ان انت بتخاف من الرفض، هل ده شعور باحساس بالذنب؟ هل ده شعور ان انت حاسس ان انت قليل او مش كفاية؟ ببساطة في الفصل ده الكاتب بيتكلم على الحاجات اللي بتحركك في اللاوعي، في الباك جراوند. يعني ايه اللي بيحركك من تحت عشان تبان الصورة اللي قدام الناس؟ كلنا عارفين بشكل او باخر في هذا الزمن المصطلحات زي التروما، زي الاويرنس، وكلها بقت عارفة يعني ايه بوردر ويعني ايه حط حدود صحية. لكن فعلا الناس مش عارفة ايه اللي بيحركها او بيدعوها تعمل الافعال اللي بيعملها. ودي دعوة مهمة جدا ان انت تعرف اللي بيحركك، لان طول ما انت عارف مصطلح مش عارف حقيقة نفسك واقفة هنا ليه، انت كده ما تعتبرش واعي بالنسبة لك. من اقوى الافكار اللي قالها الكتاب هي الحتة اللي جاية دي. الكاتب بيفترض ان انت عندك شخصين، شخص واحد انت فعلا، وشخص تاني ده اللي انت عايز تشوفه. فيحصل موقف فيتقالك انت غضبان، فتقول لا انا تمام. هنا الكاتب بيوضح ان انت هنا جاوبت بشخصية الشخص اللي انت عايز تظهره قدام الناس، لكن شخصك الحقيقي اللي هو حاسس بالغضب وحاسس بالخزي انت خفيته بشكل او باخر. وهنا ده اول صراع البني ادم بيعيشه مع نفسه. العركة الأساسية مش عركتك مع الناس، العركة الأساسية إن في شخصين أنت ما قعدتهمش مع بعض وما اتفقوش مع بعض، فهيفضلوا يتصارعوا جواك. الكاتب بيقول إن كل مرة أنت بتحافظ فيها على صوتك أمام الآخرين والحقيقة دي مش جواك زي ما أنت بينتها، كل ما في صراع. وكل ما أنت لو أنت عايز تبقى شخص ناجح فبتاخد صفات الشخص الناجح، لكن أنت مش دي حقيقتك. الحقيقة ان انت خايف. فهنا الكاتب بيدعونا بشكل او باخر ان نقلل الصراع، وان كل ما زادت المسافة بين داخلك وخارجك زاد الصراع. يعني ببساطة الكاتب بيحاول يقول لنا بطلوا تمثيل على نفسكم. كل حب احيانا انت بتحب الاحتيال. وهنا الكتاب بيدخل في العلاقات، وانا شايف ان دي من اكتر النقاط اللي تستحق الوقوف في الكتاب عندها. هو هنا بيفرق بين انا بحبك وبين انا محتاجك عشان احس ان انا محبوب، وشتان الفرق بين الاتنين. وهنا الاتنين يبانوا قدام الناس واحد، ان انا بحبك، ان انا محتاجك. وهنا بيتكلم على الفرق بين الحب كشعور جوهري، انا بحبك وبحب وجودك لكن اقدر اعيش من غيرك، وفي فرق بين انا محتاجك عشان احس ان انا ليا قيمة، عشان احس ان انا بني ادم كويس. وهنا ده السؤال اللي يفسر ان احيانا في علاقات في حياتنا احنا بنبقى موجودين فيها رغم ان هي بايظة، وكل الشواهد بتقول ان هي بايظة، بس انت موجود فيها عشان عقلك اللاواعي ربطها بقيمتك.
الشخص ده لما يبعد يبقى انا بني ادم وحش، الشخص ده لما يتغير معايا يبقى انا اكيد عملت حاجة غلط. فهنا كل ما تفرق ما بين الحب الناضج اللي هو انا بحبك وبعتمد عليك، ولكن لو مش موجود في حياتي او انت قررت تبعد عني، فدي اب تو يو وحاجة تحترم ومن حقك تمشي بدل انت مش مبسوط بده. في فرق بين انا متعلق بيك عشان انا باني قيمتي نفسها عليك، فكل ما انت تتغير انا بتغير، كل ما انت تبقى مبسوط ابقى انا مبسوط، وكل ما انت تقسو عليا انا اقسو على نفسي كرد. الرابع وهو فكرتك عن الايجو، وهو بيقول هل انت بتحمي نفسك ولا بتحمي صورتك من الاخرين. هنا بيتكلم على المواقف اللي انت احيانا اول ما يخلص الموقف او حد يتعرض او يقول لك نقد خفيف، فجأة تقوم تحس ان انت عايز تشرح وتحكي له قصة حياتك، وتحكي له ان انت ابتديت من الصفر ودلوقتي في -2، وتبدأ تقول له انا بعمل وبعمل وبعمل عشان بس عايزك تفهمني صح. هو هنا بيفسر الموقف ده كردة فعل مش عادية، بتقول ان المشكلة هنا في صورتك مع نفسك، مع ان الحقيقة بتقول ان هو نقد بسيط. لو انت متوافق مع صورتك الداخلية فانت مش محتاج تبرر كل ده. احيانا بنقع في عقدة التبرير، عقدة ان انا لازم افهم اللي قدامي انا بعمل ايه، انا لازم اقول له انا بعمل ايه. والحقيقة انت هنا بتشرح لشخص، بس الحقيقة انت بتثبت لنفسك بص قد ايه انا ناجح. وهنا الصورة الداخلية مش هي الصورة الصح، لان المفروض صورتك الداخلية تبقى في منأى عن تغيرات الواقع. والله الايام كويسة انا كويس، الايام سيئة انا كويس. قيمتي لا تتأثر بشكل جذري، ممكن تتأثر في تغيرات حاجات محتاجة اعدلها، لكن ما تتعدلش بشكل جذري قدام الناس. وهنا اخد انا جملة او كوت من فيلم ذا وول ستريت، لما بيقول له انت عامل ايه، قال له in good day I'm okay, in bad day I'm okay, what different. يعني في الحالتين انا كويس، الايام كويسة فانا تمام، الايام وحشة انا كويس. وهنا بيبين بشكل بسيط جدا ان كل ما انت متوافق مع نفسك وصورتك الخارجية اللي انت بتوريها للناس اقرب لحقيقتك، كل ما انت مرتاح مع نفسك ومرتاح مع الشخصية